السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتوا طيبين. هنجهز كده شوية قرص للأسبوع ده نفطر بيهم ونتعشى بيهم. ولو عايزين تعملوها في رمضان للسحور بتبقى حلوة جدا. وكمان تحتفظوا بالفيديو ده عشان العيد لما نعمل حاجات مخبوزات العيد تفتكروه وتطلعوه تعملوه. القرص المبسوسة الفلاحي على أصولها بتاعة جدتي وأمي، فاكرينها؟ الناشفة المبسوسة المقرمشة الناعمة في نفس الوقت. جميلة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. حاجة بصراحة تشرف، وطعمها وريحتها خطيرة. عملنا القرص المبسوسة دي ازاي يا سمية؟ تابعوني وتابعوا الفيديو للآخر. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك وأصحابك. واللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف مكوناتنا. معايا هنا نص كيلو دقيق، انا هعمل كمية صغيرة، انت ممكن تضاعفي الكمية. النص كيلو 4 كوبايات من مج الشاي ده. هنحط ايه بقى؟ خليكي معايا واحدة واحدة، انا مش مسرعة الفيديو عشان تشوفي كل المكونات والطريقة بالظبط. هحط 1.5 معلقة سمسم، تمام. وهحط كمان معلقة كبيرة خميرة، وعليها معلقة سكر. معلقة السكر اهي. وهنضيف رشة ملح بسيطة، ربع معلقة او رشة بسيطة خالص كده على حرف المعلقة زي ما انتم شايفين. وهنضيف كمان معلقة شمر. انا بموت في القرص دي بالشمر، شمر انا محمصاه وطحناه. هقلب بقى كل المكونات الجافة دي كلها مع بعض كده. عايزة بقى انت تعملي كيلو دقيق تعملي 2 كيلو دقيق، انت ضعف الكمية وضعف المقادير. قلبت كل المكونات مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. هنشوف هنعمل ايه في الخطوة التانية. عندي هضيف نص كوباية سمنة بلدي، هي دافية مش سخنة، يعني انا سيحتها وسبتها. وعليها نص كوباية زيت عباد او ذرة، زيت نضيف. وهنبس بقى العجينة دي بس كويس، عارفين الكحك الناعم والقراقيش هي زيهم كده. هنبس كده، هنخلط الاول كده بصوابعنا وبعد كده هنبس بين كفوف ايدينا. انا سايبه الخطوات اهي علشان تشوفي الطريقه بالظبط وخطواتها ايه والنتيجه هتطلع معاكي ايه. بجد النتيجه مبهره، هتعجبكم جدا. هبس بقى بين ايديا كده لغايه ما الدقيق يتشرب كل السمن، مبقاش فيه حاجه كده بيضه ولا دقيق جف خالص. يبقى عامل زي العجينه بس يا دوبك عايزه تتلم بشويه ميه. شايفين؟ هبس كله بقى وزي ما انتوا شايفين النتيجه اهي. معايا بقى كوبايه ميه هنزل بيها بالتدريج شويه بشويه. وهبدأ ألف كده العجينة بتاعتي اهو. اعجنها كده عجن خفيف كده علشان تتشرب المية وتلم معايا. وهوريكم النتيجة بتاعت العجينة، بتعرفي ان هو كده تمام كفاية مية ازاي. حط شوية بشوية علشان ما تبصيش تلاقي المية كترت منك قوي، لان الدقيق بيختلف من مكان لمكان ومن نوع لنوع. اهو زي ما انتوا شايفين انا ماشية معاكي الخطوات دي خطوة بخطوة. احط شوية المية واعجنهم لغاية ما يختفوا خالص. ولو حسيت ان انا عايزة تاني اضيف تاني. اهو كده العجينة معايا تمام، هي خدت كوباية المية بالظبط. شوفي العجينة بقى تعرفيها ازاي، تاخد حتة بين ايديكي كده وتكوريها وتحطي صبعك فيها، ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة، يبقى العجينة كده تمام. هسيبها تخمر شوية ونشوف هنعمل فيها ايه. هغطيها بقى بفوطة نظيفة وهسيبها تخمر على جنب. بعد ما خمرت معايا هنزل بقى العجينه بتاعتي خمرانه وجميله زي ما انتوا شايفين. وهبدا اقطع الحجم اللي انا عايزاه. لو عايزه تحشيها ممكن تجهزي بقى ملبن عجوه وتعجني العجوه والملبن بحته سمنه بلدي كده، بتبقى جميله جدا.
انا بصراحة بحبها سادة، ممكن مع حتة جبنة مع كوباية شاي، فبتبقى حلوة. او بتقطعي الحجم اللي انت عايزاه واللي تحبيه. النص كيلو عمل معايا كمية ما شاء الله حلوة جدا. هقطع بقى الكمية كلها، وبعد كده هجيب الصاج بتاعي وهرص فيه القرص كده، وهبططها في الصاج بسمك مش رفيع قوي ولا تخين قوي، يعني اكتر من نص سنتي بشوية. انا رفعت واحدتين كده فلقيتهم اتحمصوا قوي، انما انت خليهم يعني اقل من السنتي، حاجة بسيطة. وتسيبي فرق بين القرصة والقرصة كده، وتخلصي بقى، نخلص الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. احلى قرص ناشفة ومبسوسة وناعمة وجميلة جدا. هكمل الكمية بتاعتي بقى كلها. في اسهل من كده؟ يلا بسرعة، فين اللايك بقى يا حلوين؟ انا شايله الكهرباء عن اللايك، مش هتكهرب حد. يلا دوسوا اللايك وشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم، واحفظوا الفيديو عندكم علشان رمضان والعيد ان شاء الله. خلصت الكميه بتاعتي، بجيب الشوكه كده وبقى ايه، بعملها على الوش القرصه علشان ما تقبش وتبقى فيه قشره رقيقه وتحت تخينه، تبقى كلها ماسكه بعضها اهي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كله كده اهو. خلصت كده الكمية كلها بالشوكة بتاعتي كده جاهزة معايا. انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هحطها او 190 يعني على حسب حرارة فرنك، وهتشوفها هتطلع عاملة ازاي. زي بقى ما تتابعيها على حسب الحرارة، تقعد ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة. زي ما انت شايفة كده طلعت معايا القرص جميلة مستوية جدا. القرص اللي اتحمصت قوي دي اللي هي ناشفة شوية، اللي هي رفيعة شوية. شايفين ناعمة ازاي؟ ناعمة وجميلة جدا ومستوية، وطعمها بقى خرافة بجد. جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. واسيبكم بقى مع الحلاوة والجمال ده كله. احلى قرص مبسوسة ناعمة وناشفة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، في رعاية الله.